يا صباح الفل، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح الهنا. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في صاحبتكم واختكم وحبيبتكم ام كريم. وحشني جدا 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 الناس الشاطرة، الستات اللي ب100 راجل، ها، الرجالة المحترمة، كل دول عندي في القناة والحمد لله. ناس ولاد اصول، ناس بتعرف في الاحترام. تمام كده اهو، ناس هم الاحترام، مش بتعرف في الاحترام، ناس هم الاحترام. دول اللي عندي في القناة، ربنا يبارك لي فيكم، بحبكم جدا، عيلتي فعلا التانية. النهاردة بقى جاية لكم في حاجة هي مشكلة ومش مشكلة. أول حاجة بقى، ربنا يستر أعراضكم وأعراضنا، ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب، ربنا يبعد عننا الشر وناسه، ربنا يبعد عننا ولاد الحرام وبنات الحرام، ربنا يكبر خاطرنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي زوجاتنا وفي أزواجنا. ربنا كبير، اطمعي في ربنا وادعي، اطمعي اطمعي اطمعي، خليكي طمعانة في ربنا، اطمعي في الدعاء. ربنا كبير، ربنا حنين، ربنا بصي قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء. قولي يا رب بس، قولي يا رب بس. بصوا بقى، صحابي وحبايبي والمجتمع والناس اهلي وحبايبي والمجتمع والناس، بما يرضي الله تحطي لي احلى لايك كده اهوت. مش مشترك عندي في القناه؟ انت ازاي مش مشتركه لحد دلوقتي؟ ده انا بحبكم جدا جدا. ستات ولاد البلد اللي تتفك الست منهم ب1000 راجل تشترك عندي في القناه. تمام كده اهو، اللي بتعرف تمشي بيتها او اللي عايزه تعرف تمشي بيتها، اشتركي عندي في القناه، دوسي على كلمه اشتراك، لما تظهر لك كلمه الكل دوسي عليها علشان كل ما انزل فيديو تشوفيه معايا وتستفيدي. وقولي لي بتتابعيني منين، بحبكم جدا 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 من الاخر كده. طيب النهارده بقى جايين نقول ايه على حاجه، يعني واحده طبعا هي قالت لي ام كريم والله انا ما هقول اسمك اساسا. قالت لي لان سلفتي معانا بردك، يعني ايه، في نفس القناه. قالت لي سلفتي واخواتي وكده هوت معايا، يعني انا بعت لهم القناه بتاعت حضرتك وكلهم بيشوفوكي، فانا عايزاكي تقري التعليق ومسحيه على طول. قلت لها حاضر. فقالت لي ايه، هي مشكله انا شايفاها ان هي مشكله حلوه، والله العظيم انت سامعاني اكيد. مشكلتك مشكله زي العسل. ايه هي؟ في مشكله زي العسل يا ام كريم؟ يا حاجه استني، يا اختي استني، اسمعي مني وهتعرفي. بتقول لي يا ام كريم انا ساكنه في بيت عيله، تمام كده، ساكنه في بيت عيله، معايا سلايفي. سلفتي دي اللي هي اخت جوزها بتقلدني تقليد اعمى، تقليد اعمى. شقتي يا ام كريم لو دخلتي عندي ودخلتي عندها هتلاقي الشقه كانها كربونه، لو جبت سجاده تجيب زيي، لو غيرت ستاره تغير زيي، لو رحت جبت اي حاجه في البيت تجيب زيي، تجيب زيي. طيب ايه كمان؟ لا ده لسه ده لسه. بتقول لو نزلت اجيب لبس لولادي تجيب زيه. تمام كده هو. يا اما تحرجني قدام جوزي وجوزها، اللي هم يعني الرجاله اخوات بعض، تحرجني وتقول لي ايه، انزلي معايا عشان اجيب لي العيال. لو جبت بيجامه يا ام كريم تجيب زيي، بيجامه بيت، لو جبت عبايه خروج تجيب زيي، تبقى الاصل، تبقى الاصل. وعايزه كمان ايه، لما نكون مثلا رايحين فرح ولا حاجه تفضل بقى تسالني، ولا رايحين مناسبه ولا حاجه تفضل تسالني لابسه ايه وهعمل ايه وكده. طيب بصي بقى، انا شايفه ان المشكله دي مش ضدك خالص، انت شايفاها بزعل، لا خالص، انت ست شيك، انا مش بمدحك، لا، ده سلفتك هي اللي بتقولك بس بطريقه تانية. انت ست شيك. بصي هقولك على حاجه، طالما انت ناجحه او طالما انت كويسه بتتقلدي او بتتهاجمي او الاتنين مع بعض، او الاتنين مع بعض. هقولك ازاي. انتي شقتك نظيفه، انا متاكده ان حضرتك، مش بحب حضرتك دي، خلينا كده ايه، في البلدي كده، النبي بلدي عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا ولاد او يا بنات او يا اخوات، انتوا دلوقتي لما تكون واحده بتقلد واحده، انا هقلد مين؟ هقلد الكويسه، انا عايزه ابقى احسن فبقلد الاحسن. هي شايفه شقتك نظيفه زي الفل، متروقه، انت مهتميه، بتجيبي ستاره، بتجيبي سجاده، جابت زيك، ما تجيبي يا حاجه، ما تجيبي يا اختي. هي السجاده اللي انت اشتريتيها دي في زيها 1000 ولا 10,000 سجاده،
يعني في 10,000 واحده اشتروا السجاده، اعتبري ديت ال 10,000 واحد. تمام كده هو. طيب الستار زي بعضه، ما يجراش حاجه. العيال بيلبسوا زي عيالي، العيال دول ولاد عم، يعني اخوات، يعني لما يلبسوا زي بعض ما يجراش حاجه. ايه يعني؟ لو انتي ولادك مش نضاف عمرها ما هتبصي لعيالك. اكيد انتي منضفه عيالك وعيالك زي الفل، ربنا يخليهم لك ويخلي لنا عيالنا، وملبساهم وهو عاجبها لبس عيالك. بتجيب بيجامه زيك، بتجيب عبايه زيك، بتجيب طرحه زيك، وماله كل ده وماله. بس انا اسمعيني للاخر، في حته كده انا هقولك عليها في الاخر. بتجيب عبايه زيك، بتجيب بيجامه زيك، بصلك على طول في كل حاجه، انتي بتلبسي حلو. هي دي حاجه وحشه؟ هي دي حاجه وحشه ان واحده تقلدني؟ لا طبعا. الناجح تملي العين عليه، تملي العين عليه. ده انت بتشوفيني يعني في الفيديوهات بقول ايه؟ انا بشكر الناس اللي بتقول فيا تعليق وحش، الناس السلبيه اللي بتقول فيا تعليقات سلبيه، انا ما بزعلش، بالعكس، ده التعليقات السلبيه ديت بتعرفني ان انا ماشيه صح، ما بتفرقش معايا. بالعكس، طول ما انت ناجحه تبقى العين عليكي، طول ما انت ناجحه بقى ليكي اعداء نجاح، بمنتهى الصراحه. دي مش عدوة نجاح، لا خالص. تمام كده هو. ده احنا لسه هنتكلم بعد كده في فيديوهات تانية على السلاف وبيت العيله والحما ومعامله الزوج كل ده هنتكلم فيه. لكن الست دي ممكن انا هلتمس لها العذر، مش هذم فيها، هقولك ان ذوقها على قد كده، يعني على قدها. على قدها ازاي؟ يا حرام، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يمكن ما بتعرفش تشتري هدوم، في ناس ما بتعرفش تشتري على فكره، في ناس بردك بتبقى ايه ذوقها على قدها. تمام كده هوت. فبتاخد منك، يعني بتلاقي الحاجه عندك فبتاخدها. وكمان خلي بالك، هي شايفه الحاجه حلوه عليكي. شفتي بقى انا بصيت للموضوع ازاي؟ بصيت للكوبايه النص المليان، انت باصه للفاضي. شايفه الحاجه حلوه عليكي، بس في حاجه بقى لازم تاخدي بالك منها. زي ما انت واخده بالك وشايفه ان هي بتقلدك، كل اللي في البيت شايف كده وعارف. جوزك عارف انها بتقلدك، حماتك عارفه انها بتقلدك، سلايفك انت بتقولي. تمام كده. جوزها عارف انها بتقلدك، لان طبعا هما بيشوفوا انت لابسه عبايه، بعد شويه هي تجيب زيها. انت لابسه بيجامه، بعد شويه تجيب زيها. جبتي سجاده، بتجري تجيب زيها. بتجيبي حاجه لعيالك، تقولك تعالي ننزل نجيب زيهم، انت بتقولي كده. يبقى مش انت بس اللي واخده بالك ان هي بتقلدك، لا ده كله عارف. يعني ايه؟ يعني كله عارف ان انت مية مية، يعني نمبر وان. نمبر وان. ايه رأيك بقى في البيت؟ دي بذمتك مشكلة يا حاجة؟ دي مشكلة، بس انا معاكي في نقطة. انت لا انا معاكي في نقطة هقولها لك. في حاجة بقى تانية، انت بتقولي لي حتى لو جبت لجوزي حاجة، بتجيب لي ايه لجوزها؟ جوزها ده اخوه، مالكيش فيه. يجيب زيه ويلبس زي اخوه، دي حاجه ما تخصكيش خالص. ليه؟ لان هو لو اخوه اللي هو جوزها ده قال لجوزك اديني البنطلون بتاعك انا عايز اخرج مثلا، ولا البدله اللي انت جايبها، ولا الجاكيت، ولا التيشيرت، ولا القميص، هيقول له اتفضل. دول اخوات يلبسوا زي بعض، دي حاجه ما تخصكيش خالص. بيجيب زي اخوه، حاجه ما تخصكيش. انت هتقفي قدام جوزك تقولي له انت اخوك بيلبس زيك؟ انت عقلك يبقى صغير، ما تقوليش كده. العيال بيلبسوا زي عيالك، العيال دي ولاد عم. ولاد عم يعني ايه؟ يعني اخوات، يعني اخوات يلبسوا زي بعض وما يجراش حاجه. في حاجه بقى انا معاكي بس فيها. انت بتقولي لي يا ام كريم لما بكون مثلا رايحه فرح، رايحه اي مناسبه، اسبوع ولا حاجه، ولا خارجين، تفضل تلح عليا هتلبسي ايه وهتشتري ايه. انا معاكي بصراحه. لو انا مثلا في فرح ولا في مناسبه ولقيت واحده وسلفتها داخلين تيبيكال كده، انت بتقولي لي الشقه بقت كربونه، شقتي وشقتها كربونه. لو انا شايفه بقى ان انت وسلفتك داخله، وانا صاحبتكم طبعا، ان انت وسلفتك داخلين لابسين بقى الطرحه شبه بعض والفستان ولا الجزمه شبه بعض، انا بصراحه هموت من الضحك. هتبقوا توأم. لكن هقول لك على حاجه، عارفه هقول في نفسي ايه؟ كم كريم هقول بيحبوا بعض، لابسين زي بعض. هضحك، انا هكدب عليكي؟ هضحك. تمام كده اهو، مش هستغرب، وهاجي عندك انت وهي وههزر معاكم، اقول لكم ايه في ايه، انتوا لابسين شبه، ما تعرفيش ام كريم. تمام كده، هضحك وههزر وكل حاجه، بس في نفسي هقول ان انتوا بتحبوا بعض، لابسين زي بعض، ما يجراش حاجه.
انا بقى معاكي في النقطه دي، في النقطه دي، ده حقك. يعني العيال يلبسوا مع بعض او يلبسوا زي بعض او يلبسوا من بعض، انت مالك؟ دول ولاد عم، مالكيش دعوه، ما يجراش، دي ما تزعلكيش. انها تجيب سجاده زيك ولا ستاره زيك ولا كده، دي حاجه ترفع منك، دي حاجه ترفع منك. ان انا شقتي زي الفل، ان انا فرشه شقتي، ان انا ذوقي حلو بتقلد. ان اخوه يلبس زي جوزك، هي بتجيب لجوزها او كده، دي حاجه مالكيش فيها، دول اخوات. لكن النقطه الوحيده اللي انا هتكلم فيها، انت بقى من حقك لما تكوني رايحه فرح ما تتكلميش. قالت لك انت اشتريتي ايه عشان هتروحي مثلا الفرح ولا السبوع ولا المناسبه زي ما انت قلتي، قولي لها لسه. حتى لو انت جبتي، حتى لو انت مأجره فستان، ما تقوليش. هتلف الطرحه شكلها ايه، ما تقوليش، قولي لها مش عارفه لسه. هتصبغي شعرك لونه ايه، بتقولي في حتى صبغه الشعر بتقلدني. بصي يا حبيبه قلبي، انت دلوقتي حقك ان انت تكوني رايحه مناسبه متميزه، متميزه ان انا لابسه حاجه على ذوقي محدش مقلدني، دي انا معاكي فيها. يبقى دي الحاجه الوحيده اللي انا معاكي، انما الباقي كله بصراحه لا، مش معاكي. انت كده متميزه. انت زعلانه من ايه؟ هو انا ازعل لما حد يقلدني؟ ده انا ابقى فرحانه، انا ابقى فرحانه. ماشي، يعني انا مثلا لما بكون عند حد من صحابي او صحابي عندي، تمام، طب انا هقول لك على حاجه والله العظيم تاني دي حصلت. تمام كده، انا كنت بشتري حاجه، يعني انا وزوجي، انا بشتري حاجه انا وزوجي، مش عارفه بيقولوا عليه الريون ولا ايه كده، كنا يعني في مكان، فحط الشنطه بتاعتي على الريون كده، وبشوف كنت بجيب لبس للولاد، فحط الشنطه كده على الريون، حطاها، لقيت واحده جايه قالت لي بالله عليكي انت جايبه الشنطه دي منين؟ انت جايبه الشنطه دي منين؟ قلت لها من الحته الفلانيه. بس اتفضليها حبيبتي، والله قلت لها كده، قلت لها اتفضلي. قالت لي حبيبتي الف مبروك، لا هي حلوه قوي شيك، الف مبروك عليك. عادي يعني، بص انا ايه، ما زعلتش، قلت لها دي ده انا جايباها من الحته الفلانيه بكذا، على طول كده هو. اتفضليها، والله قلت لها كده، قلت لها اتفضليها حبيبتي انا وانتي واحد. قالت لي ربنا يخليكي، شكرا يا حبيبتي، الف مبروك عليك. بس وفرحت جدا. ليه بقى؟ جوزي واقف والناس بتسالني الحاجه اللي انت ماسكاها في ايدك ايه. حاجه ما تزعلنيش، حاجه ما تزعلنيش، بالعكس. تمام كده هوت. لكن انت رايحه مناسبه، خلاص انت مع نفسك بقى، داري على حاجتك كده لحد ما تنزلي وتروحوا المناسبه وتبقى انت متميزه، دي حاجه. بس في حاجه بقى انا عايزاكي تعمليها معاها. يعني مثلا اعملي ايه لما تكوني بتجيبي مثلا لبس للعيال ولادك، جيبي للعيال ولادها مثلا لعيل منهم طقم، طقم، قولي له مثلا، قولي لها ايه، انا جبت الطقم ده يبقى حلو على العيال. فاهمه الكلمه؟ هي هتلاقي ذوقها يبدا يختلف. لاحظي ان انت مش قايله لي انت جسمك ايه ولا لونك ايه، انا مش عارفه. يعني هي في طولك، هي مثلا انت مليانه وهي رفيعه، انا مش عارفه. ما هو في حاجات ممكن تليق مثلا على واحده سمراء ما تليقش على واحده بيضاء، على واحده طويله ما تليقش على واحده قصيره. تمام كده هو. هي شايفه الحاجه حلوه عليك، هي شايفه الحاجه حلوه عليك. ممكن تكون بتلبس الحاجه هي مش الستايل بتاعك، بس هي حباها عليك انت، هي حباها عليك انت. انت فاهمه قصدي؟ يعني البني ادم مش اللبس، البني ادم هو اللي بيحلي اللبس. مش بيقول لي يعني ايه، لما بتكوني لابسه حاجه انت تحليها، وممكن واحده تانية تبقى لابساها هي بس لا مش حلوه عليها، مش حلو، مش لايقه عليها. فانت ممكن مثلا تجيبي العيل من العيال كده هو الطقم، قولي لها الطقم دوت انا لقيته ايه حلو يناسب مثلا الواد فلان ابنك او بنتك. جيبي قلم روش كده هو، تقولي لها اللون ده هيبقى حلو قوي عليكي، خدي. ماشي، دوري في جوجل وفي الفيس وفي الحاجات ديت، هتلاقي في جروبات كتير وفي جوجل وكده في لبس هدوم. تمام، جروبات للهدوم. نقي مثلا شميز، بس بمرد الله ما تنقلهاش حاجه ما تليقش عليها. انت شكلك كده ست بتعرفي تلبسي وبتعرفي تفرشي بيتك، بتعرفي تلبسي عيالك وجوزك، يعني ست شيك. قلت لك انت نمبر 1 يا حاجه. ماشي. طب انت هتعملي ايه؟ هتدوري بقى في جوجل وكده وهتشوفي اللبس ازاي بقى ام كريم. هتنقي مثلا شميز يكون حلو عليها، لون لايق عليها. مثلا عبايه، انت بتقولي بتقلدني، نقي لها بردك حاجه كده، قولي لها ايه ديت هتبقى حلوه عليكي قوي. يا ريت جسمي مثلا ايه حلو زي جسم، او بلاش الكلمه دي بدل ما تقول بتحسدني، ما في عقليات صغيره. تمام كده اهو. قولي لها الشميز ده هيبقى لونه حلو عليكي او تفصيلته حلوه عليكي.
ماشي. ما انا مش عارفه بقى يعني هي ايه، انت الادرى جسمها ممكن يليق عليه ايه. مثلا نقي لون طرحه مثلا، ماشي، ولتكن عندك انت، تكون انت مش عايزاها مثلا. تمام كده اهو. قولي لها ايه، الطرحه دي ما بتليقش عليا، خديها. او بلاش تديها، بدل ما تقول مدياني ايه من عندها من القديم، انا عارفه برضو العقليات الصغيره. اشتري طرحه، قولي لها ده لقيت الطرحه دي حلوه قوي وافتكرتك وانا ماشيه، قلت اجيبها لك، لونها حلو عليكي، مش هتبقى حلوه عليا، وجيبي طرحه حلوه تكون ايه لايقه عليها. السجاده، قولي لها مثلا ايه ده كانت فيه هناك سجاجيد احلى من دي بكتير، وده بيحصل. انا بعد ما بشتري الحاجه ساعات اقول ايه، يا ريتني كنت جبت كذا، ما بيحصلش، بيحصل. قولي لها ده كان فيه ايه الالوان تانية جميله. هي بقى هتبدا تغير اسلوبها ازاي، انها هتعرف ان انتي في حاجات احسن كنت عايزه تجيبيها، يعني في حاجات احسن من اللي انا حطاها في الشقه بتاعتي. تمام كده اهوت. ان انتي لا شايفه ان مثلا ايه هجيب الطقم دوت للولد، هي هتبدا تدور بقى انها تجيب لاولادها حاجه تاني. تمام. هي مثلا شافت لون الروج بقى حلو عليها، هي هتلاقي نفسها بتدور على الالوان، وهتمسك في القلم اللي انت جايباه في اللون ده، هتحط منه طرحه. تمام كده اهوت. في يا جماعه ناس بتبقى مش عايزين نقول ناس ان هي يعني بيقولوا عليها بصاصه، يعني بتبصي كده، لا 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 مش كده. التمس لاخوك ايه يعني 99 عذر يعني، ماشي، فان لم تجد فلوم نفسك. شوفي يعني تلتمسي 99 عذر، ما لقيتيش عذر لومي نفسك، قولي انا اللي فيه حاجه مش تمام. عادي عادي، والله والله عادي. انا لما بلاقي حاجه اي موقف كده اقول ايه، لا يمكن كذا، لا بلاش سوء الظن، يمكن انا اللي غلطت، يمكن انا اللي فهمت غلط. بصي بقى انا اتمنى الوم من نفسي، ما الومش اللي حواليا، بصراحه ما بحبش كده. في ناس ممكن تكون مثلا ايه ذوقها على قدها، مش عارفه تشتري. تمام كده اهوت، او ما خدتش انها تشتري، او هي ذوقها كده، او شايفه الحاجه حلوه عليك. وفي ناس عندها حته المرض ديت انها تقلد، المرض انها تقلد. بصي كلنا مرضى، بس في درجات، انا مريضه في كذا وانت مريضه في كذا كلنا مرضى، كلنا مرضى. لكن في ناس بتتعامل بقى ايه بطريقه تانية، انا ابقى مبسوطه جدا، انت غلطانه. انا لو مطرحك وسلفتي او جارتي او كده بتقلدني، والله انا بفرح جدا. ليه بقى؟ لاني انا كده ماشيه صح، انا شيك، انا ولادي نضاف زي الفل، عشان كده عايزه تجيب زيهم. انا جوزي لابس زي الفل وماشي جنتل كده في الشارع، الناس عايزه تقلده وتشوفه بيلبس ازاي. تمام كده اهوت. عبايتي البيجامه بتاعتي، طرحتي، لون الروج بتاعي، كل دوت بيقولك دليل كده ان انت تمام، بيقولك دليل ان انت تمام، تمام، ان انت صح، مش ان انت غلط. هو انا اقلد واحده مثلا مفركشه في لبسها؟ لا خالص خالص خالص. يعني هو انا مثلا البس عيالي زي عيال مثلا واحده مرمطه عيالها وسايباهم متمرمطين؟ لا طبعا، انا عايزه البس عيالي احسن حاجه، فبص للي احسن. وانتوا بيت عيله ما تعمليش مشكله، مش من ما فيش. ده انت زي الفل، انت بتقلدك، يعني حماتك شايفه انها بتقلدك، او حماك، انا مش عارفه، هم ربنا يديهم طول العمر لو عايشين. اخوات جوزك او اخو جوزك شايف، وجوزك شايف، وكل اللي يعرفوكوا اكيد شايفين ان دي بتقلدك، ما تسيبيها تقلدك يا اختي، سيبيها بس سيبيها تقلدك. تمام كده اهوت. سجاده جابتها يا حبيبتي، احنا عارفين ان انت جبتها الاول، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. انت اللي جايبه السجاده الاول، انت اللي لبست العبايه الاول. في حاجه دي مش مشكله على فكره، دي مش مشكله، دي ميزه فيكي ان انت شيك بس. لكن لما تكوني رايحه مناسبه، رايحه فرح، رايحه عزومه، ما تقوليش هلبس ايه، ده حقك، ده حقك، ده حقك انت. لكن هو يلبس زي اخوه مالكيش فيه، عيالك انت يلبسوا زي عيال عمهم مالكيش فيه. هي تجيب زيك الله روحي اقفي بقى على المحل قولي لهم ايه، السجاده اللي انا اشتريتها ما تخليش حد يشتريها. لا، واحده واشترت سجاده وشايفه شقتك نظيفه وزي الفل وبص عليكي، يا ستي خليها على الله، خليها على الله، بس كده، خليها على الله. يمكن شايفه ان جوزك مثلا بيحبك وبيقدرك، فعايزه تعمل زيك علشان اخوه يقدرها، كل ده وارد. يمكن شايفه ان حماتك او اخوات جوزك بيعاملوكي كويس او كده، فعايزه تعمل زيك عشان تبقى زيك عندهم،
بص انا بقى فصصت لك الحته ازاي، لكن انت شايفه انها حاجه تزعل؟ ابدا. انا شايفه انها خير، وان انت ست زي السكر، وان انت نمبر 1 يا عم. شيك وسكر وزي العسل. ايه رايك بقى؟ بصي بقى، اي حد من صحابي، انت بتشوفيني بقول ايه التعليقات السلبيه يا جماعه، كتر والله العظيم بقولها من قلبي، كتر الف خيركم. انا لو ناجحه، لو ناجحه يبقى في ناس اعداء نجاح داخلين كده ان هم عايزين يوقفوني، عادي جدا ببقى انا. انما لو انا مش ناجحه ولا حد هيقول اي حاجه. ليه؟ لان ما مش ملفته. لما بيكون حد ملفت للانظار كده، تبص تلاقي الكل بص عليه، يا اما حد حبه يا اما حد حقد بقى عليه. اعوذ بالله، ربنا يكفينا شر الحاقد والحاسد يا رب. تمام؟ فعادي جدا، انا شايفه ان المشكله دي في صالحك مش ضدك، ابدا ابدا ابدا. صحابي وحبايبي اللي ما اشتركتش تنزل تنزل تشترك. تمام كده اهو. اللي ما عملتش لايك تحط احلى لايك بما يرضي الله، وتقول لي بتتابعني منين، واخواتي وصحابي. وانتظروني بقى في فيديوهات هنرد على حاجات كتير، وهنعمل ميزانيات كتير، وهنعيش مع بعض العيشه بتاعت اهالينا، بتاعت اهالينا. تمام؟ ايه هي بتاعت اهالينا دي؟ الناس اللي علمونا ازاي نعيش صح، الناس اللي علمونا الاصول والواجب، ها، وحقوق الجار، وحاجات كتير كتير هنتكلم فيها. بس انا لو بتأخر عليكم في الرد اعذروني، لان التليفون عندي والله بدأ ينفجر. يعني بصوا بدأ ينفجر من ايه، من الحاجات اللي انا عماله سايفها عنه. حبايبي واخواتي واصحابي والستات الجدعه اللي الست فيهم تتفك بمليون راجل جدع، والرجاله اللي عندي رجاله فوق راسي من فوق، اجدع رجاله في الدنيا، احلى ناس عندي في القناه. بحبكم جدا جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.